مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم انا من قناة كرة الدكتور. هنتكلم النهاردة عن ايجيبشن ليج، عودة ايجيبشن ليج تاني. عودة الدوري المصري من جديد. هنتكلم عن ماتشين، الزمالك وبنك الاهلي والاهلي وسيراميكا كليوباترا. هبتدي بماتش سيراميكا كليوباترا، بعد كده انهي او اختم ماتش الزمالك. عشان ماتش سيراميكا لسه حاضر دلوقتي، يعني لسه متفرجين عليه فاكرينه. بعد كده ننهي ماتش الزمالك. اول حاجه نبتدي ماتش الاهلي. كولر ابتدى بالتشكيل بتاع الماتش اللي فات بتاع العين، هو يعتبر باستثناء غير ياسر ابراهيم ب يوسف ايمن، لان ياسر ابراهيم بيعاني من اصابه فما قدرش يبتدي بيه الماتش، فابتدى بيوسف ايمن ورامي ربيعه. اكرم توفيق ناحيه اليمين، يحيى عطية الله ناحيه الشمال. في نص الملعب ياسر في نص الملعب مروان عطية واحمد نبيل كوكا وامام عاشور. في قدام طاهر اللي بيعمل فورمة عمره. حسين الشحات. رجا سليم. لا، رجا سليم كان لسه على الدكة، وسام أبو علي هو اللي كان في الهجوم. تمام. الصراحة الماتش بتاع سيراميكا ابتدى زي ماتش سيراميكا في كاس السوبر. أوحش ماتش أو أوحش شوط شفته للأهلي من فترة كبيرة، أو مع كولر كمان. برضو نفس ماتش السوبر المصري حصل، جبت جون في الأول. بعد كده عمال تستقبل هجمات، مرحتش غير بكرة واحدة هي كرة الجون. وهو برضو فاول خبطت في المدافع وخبطت في لعيب نص الملعب ودخل الجون. سيراميكا راحت تلات فرص محققة ممكن يبقوا جوان. ولولا تألق محمد الشناوي اللي بقاله 3-4 ماتشات كويس، ماتش عين ماتش سيراميكا. لا، ماتش سيراميكا السوبر هو اللي لعب، ماتش عين ماتش الزمالك، وادي النهارده ماتش سيراميكا في الدوري. 3 ماتشات الشناوي كان بيعمل أداء عالمي، هو نجم الشوط الأول. وهو السبب في النتيجة تخلص 5-2. عرف يحافظ على نظافة الشباك، وعرف يتصدر كذا كورة من قندوسي ومن زلاكا كان عامل إزعاج كبير. والصراحة يوسف أيمن برضه كان مستواه وحش. برضه عشان موضوع الارتداد، وعشان موضوع لسه مش واخد حساسية المباريات في الدوري المصري وكده، فمأثر عليه. فكان كل الاختراق من ناحيته، من ناحية زلاكا، يعني من ناحيته هو أكرم توفيق عن طريق زلاكا كان عامل أداء حلو، وكذا كورة لو كان ظبط التفنيشة كان هيعرف يجيب أجوان، بس زي ما احنا قلنا تألق محمد الشناوي. ابتدى الشوط التاني غير كولر تغييرين. نزل خالد عبد الفتاح مكان يوسف أيمن، ونزل قفشة مكان أحمد نبيل كوكا. أحمد نبيل كوكا باين عليه بسبب إجهاد، يعني إصابة أو إجهاد بسبب ماتش العين، كان عامل مجهود كبير أوي في نص الملعب. وكان فارق في نص الملعب في ماتش العين، فباين عليه تعب في الشوط الأول، فنزل مكانه قفشة نزل قلب مجريات المباراة. ظبط رتم اللعب، نظم الهجمات، كان بيدافع كويس. كان بيظبط الضغط مع باقي الفرقة. بيعمل تمريرات صحيحة، ظبط نص الملعب، وغير الدفة من سيراميكا كليوباترا للأهلي. سيراميكا كان الشوط الأول أحسن، راح بكذا كورة، كانوا مالكين نص الملعب أكتر، مضيعين فرص كتير، 3 تصويبات. فقفشة نزل ظبط الملعب في أول دقيقة من الشوط التاني. وسام أبو علي جاب الهدف التالت وريح الدنيا شوية. عشان كان الماتش 2-1، خلصان الشوط الأول 2-1 عن طريق فينت جميل أوي من طاهر محمد طاهر، اللي بيعيش أجمل أيامه في النادي الأهلي، أو أحسن مسيرة ليه في النادي الأهلي. عمل فينت كويس وعرضية كويسة جدا، راح رفعها وسام أبو علي الهداف، جابها بدماغه. وسام أبو علي ده مهاجم متكامل، بيشوط تصويرات من بره المنطقة، يحرز فاولات زي الهدف التاني. هيجرز عنده كويسة، الضغط كويس جدا على الخصم، بيعمل الضغط كويس جدا. بصير بيعرف يبص كويس، وأسامة أبو علي مسلم مهاجم متكامل. بعد كده الأهلي ضغط أكتر وأكتر عشان عايزين نخلص الماتش. جبنا الجون الرابع عن طريق حسين الشحات، والخامس عن طريق طاهر محمد طاهر عشان يكمل نجاحه في الماتشات الأخيرة. عبارة عن ماتشين السوبر المصري وماتش سيراميكا النهاردة وماتش العين الإماراتي. بيعيش فورمة عمره. وفي آخر قبل الماتش يخلص بشوية أحمد قندوسي جاب جون، هي علامة معتادة، القندوسي يجيب جون في الأهلي على طول. تالت ماتش ليه مع سيراميكا قدام الأهلي جاب جون.
بس كانش ليه لازمة على نتيجة الماتش، ما أثرش كتير على نتيجة الماتش. وخلص الماتش 5-2. قبل نهاية الماتش قفشة ضيع فرصة الهدف الخامس، الهدف السادس، وجون فاضي. بس برضو كان يعني ايه بقى، خلاص يعني كان ماتش خلصان. احب اتكلم عن محمد الشناوي، عامل اداء كبير جدا، بقاله 3-4 ماتشات عامل اداء كويس. يحيى عطية الله اداء ثابت. رامي ربيعة شايل الدفاع لوحده، يعتبر بيتغير عليه 3 قلوب دفاع من ماتش العين. ياسر ابراهيم ويوسف ايمن وخالد عبد الفتاح وشايل الدفاع. مروان عطية مستواه متراجع شوية بس بسبب الجهد الكتير اللي هو بيعمله. حسين الشحات ابتدى يجيب فورمة بقى كويس، زي ما انا قلت محمد طاهر دي فورمة عمره. وسام ابو علي بقى جامد، يعني مهاجم هداف. تراجع مستوى رضا سليم وبيرسي تاو، عايزين يشتغلوا على نفسهم اكتر واكتر. بس كده، ده كان نهاية ماتش الاهلي والسيراميكا. نتكلم عن ماتش الزمالك وبنك الاهلي. بنك الاهلي سكواد كويس جدا، ومعاهم مدرب طارق مصطفى على اعلى مستوى، عامل فرقة كويسة، بيلعبوا بطريقة كويسة، بيبنوا اللعب من تحت بطريقة كويسة. طبعا سكواد الزمالك مفهوش عمق تشكيلة كويسة وسكواد قليل، محتاجين صفقات كتيرة في يناير. لعب التشكيلة يعتبر بتاعة السوبر المصري هي باستثناء الجناح الشمالي ابتدى بمحمد حمدي اللي هو ظهير ايسر نادي انبي. هو لعب قبل كده في مركز الجناح اليمين والجناح الشمال مع انبي. وابتدى قدام عمر فرج مكان سيف الدين الجزيري. هو حب يغير التغييرين دولت، يجرب اللعيبة، يدي راحة للعيبة التانية اللي لعبت ماتشين السوبر برضو. والتشكيل كالآتي: محمد عواد، حسام عبد المجيد المسلوسي، ناحية اليمين عمر جامل، ناحية الشمال بنتايك. في نص الملعب ابتدى بمحمد شحاتة وعبد الله السعيد وناصر ماهر، وقدام زيزو حمدي وعمر فرج. برضو في غلطات في الدفاع وفوات في الدفاع عند الزمالك. نص الملعب برضو مفقود بغياب دونجا. دونجا برضو مركز 6 كويس أوي، بيعرف يضغط على الخصم، بيعرف يستخلص الكورة، بيجري مسافات كبيرة. شحاتة مهما كان هو مركز 8 مبيقدرش يلعب المركز ده. خبرة لعيبة الزمالك هي اللي حسمت المباراة عن طريق ضربة جزاء اللي في الآخر. وخلص الماتش 3-2. عبد الله السعيد ده لاعب كبير جدا ولاعب لا يقارن. يعتبر هو مش من الجيل دوت، هو اكنه مش من الجيل ده، او مش من الخامة بتاعت اللعيبة دي، من خامة اللعيبة العظام بتاع زمان. اللي هي جيل تريكا وبركات. فارق جدا مع نص ملعب الزمالك ومع سكواد الزمالك. وعرفوا يخطفوا 3 نقط مهمة جدا. دوري من دور واحد، لازم كل فرقة تلعب على انها ماتشات كؤوس، تخطف ال3 نقاط بتاعتها، وتخلص الماتش بسرعة. بس في نهاية الفيديو عايز اتكلم عن الحالات التحكيمية عشان برضه كان في جدل من امبارح. مش عارف، انا شايف ان ضربة الجزاء التانية بتاعت البنك الاهلي مش ضربة جزاء، ويا النور هو اللي وقع وعواد ما لمسوش، وضربة جزاء ناصر منسي برضه مش ضربة جزاء. بس في المجمل كده كان الزمالك هيكسب 2-1، يعني لو شلت ضربة الجزاء دي قدام ضربة الجزاء دي الزمالك هيكسب 2-1 بخبرة اللاعبين وكمان الجمهور بيعمل مفعول السحر، هو اللي بيشجع اللعيبة وبيحمسهم ويخليهم يلعبوا، يخلي الأداء قوي. شفنا مفعول الجمهور في ماتش العين الإماراتي فرق ازاي مع الأهلي، فالجمهور هيفرق مع الزمالك في المباريات، يخليهم يقدروا يكسبوا حتى لو السكواد بتاعهم أقل من سكواد الفرق التانية. بالحماس والعزيمة والإرادة يكسبوا. الزمالك كسب مكسب كبير امبارح، عرف ياخد ال3 نقط. وفي نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد لايكات وأكبر عدد سبسكرايبات. سلام.